السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عشاق وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، حبايب قلبي واخواتي جمهور النادي الأهلي الكبير. طبعا النهارده أنا معايا الكابتن أحمد، طبعا أهلاوي برضه زي كده، وهنتكلم عن حاجات تخص النادي الأهلي. لازم نطلع نتكلم، ولازم نتكلم في حاجات مهمة جدا، الصفقات اللي بتيجي طبعا حاجات إيجابية، وزي طبعا حاجات تانية زي الحاجات السلبيات، زي التجديد لرامي ربيعة وأكرم توفيق وحاجات كتيرة هنتكلم فيها. كابتن احمد، يعني صفقات النادي الاهلي ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه روعه. كابتن محمود الخطيب بعد مرحله جفاف تام دلوقتي بقى عندنا في كل مركز، وبالتحديد من وسط الملعب لحد قدام، نجوم سوبر، مش لعيبه اساسي وبديل، لا كلهم اساسيين. والمدرب اللي هيجي الله يكون في عونه طبعا، وحاجه جميله قوي ان هو يختار مين يلعب ومين ما يلعبش. شايف ده ازاي يا كابتن احمد؟ والله زي ما انا قلت لك قبل كده، مش حكايه مدرب. يعني معانا برضو ما قلت لك مش كله حكايه مدرب. الكابتن عماد النحاس لعب ماتش بتروجيت، الراجل بصراحه ما قصرش. الراجل نزل بتشكيله اللي الجمهور طلبها، قال لك لعب لنا علي معلول لاول مره من ساعه ما كولر جه الاهلي شفنا علي معلول في القايمه. نزل بوسام ابو علي في التشكيله الاساسيه، وسام لعب الماتش، لعب تقريبا الشوط الاولاني ولعب من الشوط الثاني شويه برضه. نزل جاب له جون ماشي، وضيع بس هو جاب جون وعمل اللي عليه. بالفعل يا كابتن احمد، صفقات وحاجات تقيله قوي في النادي الاهلي. النادي الاهلي ما شاء الله عامل شغل عالي، مش باللعب والشباب واللي هو في الصحه. يعني عندك عمرو السوليه برضو اللي ما بيلعبش، قلنا ده نسى الكوره، وكولر نسى الكوره خلاص ما عادش بيلعب. تمام، لا الراجل نزل وادى وجاب جون. عشان ما نطولش على حضراتكم نخش في مواضيعنا الاكثر اهميه. اول حاجه معانا طبعا تعثر مفاوضات التجديد لرامي ربيعه. كابتن احمد، رامي ربيعه دلوقتي هو كابتن من كباتن النادي وعلى دماغنا وكل حاجه، ولكن رامي ربيعه يا جماعه بيطالب بمطالب ماليه ضخمه. رامي ربيعه ياسر ابراهيم زميله في نفس المركز جدد اول امبارح من يومين على بياض من غير ما يحط ولا مليم، والنادي الاهلي قدره تقريبا 18 او 20 مليون. رامي ربيعه يا كابتن عاوز يجدد اكتر من ياسر ابراهيم ب 12 مليون، رامي ربيعه عايز 30 مليون جنيه. رايك ايه يا كابتن في الموضوع ده؟ والله هو رامي ربيعه دماغنا وكل حاجه، بس هي الجمهور. بص يا رامي، انت الفتره اللي فاتت ديت مش اللي في مستواك بالظبط. لا هو اخر موسم يا كابتن مستواه يعني الى حد ما كويس، ولكن مش في فتره مش في مستواه. في ياسر ابراهيم لاعب محترم، راح للنادي الاهلي قال له احنا هنجدد لك، عايز كام نحط لك كام؟ قال له احنا مش هتكلم في فلوس، اللي انتوا تحطوها انا موافق بيه. جابوا رامي ربيعه قال له احنا هنجدد لك، عايز كام؟ ده مش عايز كام بقى، ده هو اللي قال لهم هتدوني كام؟ عاوز 30 مليون يا كابتن. لا ده من الراجل اهو بيلعب في نفس مركزك، واخد 20 وما قال لهمش لا، وخد ال 20 وما قال لهمش انا عاوز كذا. بالظبط، قال لهم حطوا اللي انتوا تحطوه، انا مش فارقه معايا فلوس، انا فارقه معايا اللي انا بلعب بالتيشيرت الاحمر في النادي الاهلي. والله انا شايف اصلا ان ياسر ابراهيم كاجتهاد وكقتال في الملعب وروح بيأدي اكتر من رامي ربيعه ذات نفسه. ليه؟ انا يعني مجلس اداره النادي الاهلي بصراحه نرفع لهم القبعه ونحترمهم جدا على هذا القرار، عدم التجديد لرامي ربيعه. عاوز يجدد على دماغنا وعلى راسنا زيه زي ياسر ابراهيم 20 مليون. مش عاوز يجدد والله هو اضرب مصلحته. زي الخبر اللي بعد كده عن اكرم توفيق. اكرم توفيق يا كابتن لك ان تتخيل قمه البجاحه اللي في الدنيا كلها، لاعب مضى لفريق اخر وهو على ذمه النادي الاهلي، اي نعم حقه، وفي الفتره القانونيه اللي هو ممكن يمضي لاي نادي عشان طبعا عقده هينتهي في نهايه الموسم. مضى لفريق قطري، والفريق القطري اعلن واحرج النادي الاهلي. طبعا كان الكلام ده من فتره، والنادي الاهلي قدره وسابه يا كابتن، سابه يلعب. ولكن من قمه البجاحه جاي بيطلب دلوقتي من النادي الاهلي يلعب كاس العالم مع الاهلي وبعد كده يمشي. عاوز ياخد اللقطه يا جماعه. بالظبط، عاوز ياخد اللقطه بالظبط يا كابتن. لقطه ياخدها على حساب مين؟ وانا معلش في الكلمه يعني على حساب هاني، الراجل اللي مقدر النادي الاهلي وبيلعب فيه من وهو صغير. محمد هاني يمكن عنده تقصير في بعض النقاط الفنيه، بس راجل شاري النادي بالظبط وبيلعب بروح ومقدر قيمه ان هو كابتن للنادي الاهلي. مش زي الاستاذ رامي اللي بيطلب 30 مليون يا اما يروح بيراميدز. رامي بيتفاوض مع بيراميدز بالسلامه يروح الطموح، وياما قبليك راحوا الطموح وطموح مطوعهم زي ما بيقولوا. في معانا خبر تاني بيقول طبعا ان الاهلي خلاص بشكل رسمي وانباء مؤكده قرر عدم
تفعيل بند الشراء للاعب يحيى عطية الله. يحيى عطية الله يا جماعه اللي ما يعرفش كان جاي اعاره 6 شهور ببند احقيه الشراء، يعني الاهلي لو عايز يشتريه هيشتري يدفع المبلغ ويفعل العقد، ولكن النادي الاهلي طبعا مع كثره اصابات يحيى عطية الله قرر ان هو خلاص مش هيفعل العقد، وللاسف يعني هي كانت فتره يعني ما كانش معاه الحظ والتوفيق، فيحيى عطية الله مش مع الاهلي. يحيى لعب الفتره اللي لعب فيها ادى فيها فعلا، تمام. بس هي الاصابات. هو كان بيلعب، الراجل بيلعب بروح، الراجل بيموت نفسه على الكوره، عشان كده بيجي له اصابات في مناخيره ويشوف سوء توفيق يا كابتن، نقدر نقول سوء توفيق. النادي الاهلي بيقرر عدم تجديد عقد عمرو السوليه. عمرو السوليه يا كابتن مش هيبقى مع النادي الاهلي في كاس العالم، شايف ده ازاي؟ يعني الاهلي قرر انتهاء المسيره بهذه بالحد هنا. عمرو السوليه الوحيد اللي طلع بره القايمه وما لعبش افريقيا، ما لعبش السوبر الافريقي ضد الزمالك يا كابتن، مش على مصاب. لا ده بما عندك برضه ليون ميسي في 2006 ايام رودريجو، ايام جوارديولا قصدي، تمام، بتاع اللي هو بيمرن السيتي دلوقتي، كان رايح كاس العالم هيلعب نهائي، كان هيلعب فرقه من البرازيل، يعني هو برشلونه وهيلعب فرقه من البرازيل. تمام يا كابتن. وميسي كان مصاب، قال لك انا هاخد ميسي معايا احتياطي اللي انا في اي ظرف يخش فيها جون، وبالفعل برضه دخل في جون يعني وما كانش فاضل الا 10 دقايق يا كابتن، نزل ميسي يسجل له الهدفين كسبوا الماتش. الراجل برضه عمرو السوليه والله لو هو بيتكلم على حاجه كان قال لهم انا عايز العب، عمل مشاكل زي برضه ما احترمش الناس، قفشه يوم ما دخلوا الجون فينا يصدوز. يعني يا كابتن ملخصا دلوقتي شايف ان موضوع ان الاهلي قرر رحيل عمرو السوليه وعدم قرار خاطئ. نحترم طبعا وجهه نظر الكابتن احمد، ولكني كنت يعني شايف ان خلاص احنا في زمن احتراف ما عادش فيه عواطف. عمرو السوليه خلاص يعني كبر السن برضه له احكامه، والنادي الاهلي بيجدد فرقه وعايز ينافس زي ما احنا شايفين في كاس عالم للانديه وبطولات افريقيا، واحنا لسه خارجين من افريقيا. فانا شايف ان هو قرار بصراحه قرار مميز من النادي الاهلي، يتكرم ويمسك منصب في النادي الاهلي بدل ما يكون موجود في القايمه عالة على الفرقه. نخش يا كابتن بعد كده على الخبر اللي بعد كده، وده خبر يمكن اسعد كل الاهلاويه بدون شك، رحيل كريم نيدفيد بنهايه هذا الموسم. خلاص كريم نيدفيد قضي الامر في ملف استمراره في النادي الاهلي، شايف ده ازاي يا كابتن؟ والله كريم يستحق، كان يستحق اعاره، بس هو برضو دي نظره مدرب، المدرب عايز لعيبه بتلعب. كريم برضو بالظبط، مش عايز اظلمك اقعدك على الدكه وما تلعبش، يعني الراجل اللي كان بيلعبك هو كان شايف فيك وجوده يا كابتن اصلا كمان في نص الملعب مع في وسط امام عاشور وبين رمضان ومروان عطيه وديانج وحمدي فتحي. انا شايف الفرصه هتبقى استحاله ان هو يكون ان هو يلعب، فانا بظلمك كده، انا كده بظلمك. شايف ان رحيله قرار موفق من النادي الاهلي؟ قرار موفق 100%. نتكلم بقى عن الحاجات الايجابيه. الاهلي طبعا منذ يومين اعلن طبعا كل المواقع وكل القنوات الفضائيه انضمام محمد علي بن رمضان للنادي الاهلي. شايف الصفقه دي ازاي يا كابتن في نص الملعب؟ والله الصفقه ديت هتوفر علينا مجهود كبير، صفقه جايه احتراف، جايه من الاحتراف، صفقه راجل محترم لاعب كوره، هيشتغل مع برضه مع مروان عطيه وامام عاشور في نص الملعب، هيعملوا دوتو جامد. امام عاشور برضه يوم ما احنا كنا جايبينه لسه. محمد علي بن رمضان يا كابتن لاعب متكامل، تسديدات ايوه وقوه وكل حاجه، لاعب جاي جاهز 100%، جاي داخل اللي هو هيلعب في كاس العالم للانديه ال 90 دقيقه، يعني هيلعب بروفايل نص او وسط ملعب اكتر من ممتاز. يعني صفقه بصراحه توب بالنسبه للنادي الاهلي. ما لحقناش نبطل او نحتفل بالصفقه، بنلاقي النهارده اخبار كتير وابراهيم فايق بيعلن يقول لك زين الدين بالعيد لاعب الجزائر او المدافع الجزائري بنسبه 85% في النادي الاهلي. يعني تزامنا طبعا مع تعثر مفاوضات التجديد مع رامي ربيعه، الاهلي بيقترب او خلاص انهى التعاقد مع زين الدين بالعيد المدافع الجزائري المميز. شايف ده ازاي يا كابتن؟ والتدعيمات ما زالت مستمره في النادي الاهلي. والله زي ما قلت لك برضه احنا معانا برضه جايين صفقات جامده زي زيزو، زي تريزيجيه، زي حمدي فتحي، الو ديانج. ان شاء الله كنت اتمنى لاعب منهم يرجع، بس الاصابه
ربنا يقومه ان شاء الله ان شاء الله يرجع من الاصابه ويكون كويس ويكون مميز الفتره اللي ويكمل جايه. في احترافه ان شاء الله. اصعب ماتش هنمر بيه وبالامر اللي احنا نلعب الافتتاح، برضو افتتاح كاس العالم. بس دي حاجه جميله يا كابتن ان الاضواء كلها تبقى مسلطه، العالم كله هيتفرج. مين الاهلي؟ اللي ما يعرفش الاهلي هيعرف الاهلي في مباراه افتتاح. لا هي كله عارف مين الاهلي وهو على ايه، وكله بيخاف من الاهلي. ولكن يا كابتن كاس عالم للانديه بيبقى اكتر مباراتين متسلط عليهم الاضواء الافتتاح والنهائي. بس انا يا كابتن كاس العالم للانديه مش زي كاس العالم للانديه بتاع السنه اللي فاتت واللي قبلها. كاس العالم للانديه السنه دي 32 فرقه، مش 6 فرق داخلين يلعبوا نص نهائي وربع نهائي على طول. تمام. 32 فرقه هينافسوا دور مجموعات، ربع نهائي، دور 16 قبل نهائي. يعني بص الوصول اللي نوصل ربع نهائي ده شرف كبير ليا برضه، وان شاء الله يوفق معانا الخير. شايف يا كابتن احنا بالسكواد الرهيب اللي الكابتن محمود الخطيب ولجنه التعاقدات واداره النادي الاهلي عملته ده، نقدر نوصل لفين في كاس العالم للانديه؟ ان شاء الله. انا ما اتمناش الا التوفيق للنادي اللي انا بشجعه، ان شاء الله في النهائي. في النهائي ان شاء الله. يعني شايف النادي الاهلي يقدر يتخطى انديه كبيره وعمالقه زي مانشستر سيتي وريال مدريد والانديه الكبيره وباريس سان جيرمان وكل الانديه الكبيره اللي تشارك في كاس العالم؟ ان شاء الله. اني شايف برضه الكابتن محمود الخطيب جاب سكواد 100%. عندك جردشار، عندك وسام ابو علي وتريزيجيه هيجي وزيزو. بص انا قفلت خطه الهجوم 100%. ابدا ارجع بقى من اول الحارس، حراسه المرمى محمد الشناوي طبعا هو الحارس اكيد، احنا كنا عارفين اللي ولا يلعب في كاس العالم ولا يلعب اساسي. بس انا ما مشيش مصطفى شبير اعاره، لازم اسيب بمناسبه الاساسي والاحتياطي نحط تشكيله كده في السريع يا كابتن. شايف حراسه المرمى مين يكون موجود؟ هو رد قاطع. بص هو انا برضو قلت مصطفى شبير بس وقت يبقى الشناوي. باك يمين محمد هاني ولا عمر كمال؟ لا محمد هاني. باك شمال ظهير ايسر كريم الدبيس ولا علي معلول؟ علي معلول. ولو علي رحل يبقى كريم الدبيس اكيد هو اللي هيلعب لانه مفيش ولا كوكا؟ لا كريم الدبيس ولا العيش؟ كوكا يطلع اعاره. مستواه قلبي الدفاع رامي ربيعه لو موجود يكون مين؟ ياسر ابراهيم واشرف داري. طب وبالعيد؟ ما هو ياسر ابراهيم واشرف داري. لو هيقعد مين بقى؟ هيقعد ياسر ابراهيم. يعني تجيب بالعيد. في كلام اصلا ان بالعيد لو انضم للاهلي بشكل رسمي والصفقه اتاكدت اشرف داري ممكن يرحل على النادي الاهلي قبل كاس العالم للانديه وما يبقاش موجود. بس اشرف داري انا شايفه برضه عنده يا كابتن اصابه، مش هيرجع من الاصابه اللي على كاس العالم. فكرتني صحيح يا كابتن، اشرف داري عنده اصابه، فهو لو جاي ما هو قاعد اشرف داري وهينزل بالعيد. يعني شايف بالعيد ومين يكون جنبه؟ ما هو ياسر ابراهيم. تمام. وسط الملعب عندنا طبعا تخمه كبيره من اللعيبه المميزه في وسط الملعب. وسط الملعب عندي اليو ديانج، عندي حمدي فتحي. فضلنا يا كابتن اتنين. عندي حمدي فتحي، عندي زين اسمه من رمضان وامام عاشور ومروان، انا قلت وديانج ومروان عطيه. عندي نص ملعب مش عندي فريق في العالم. مين يا كابتن افضل اتنين ممكن يكونوا موجودين؟ لا انا لو حطيت هحط او ثلاثه. هحط 3. مين؟ هحط راجل، لا مش هحط راجل، هحط اليو ديانج ومروان عطيه وامام عاشور. وهتخرج بالرمضان بره. بالرمضان هينزل بقى في الشوط الثاني. من رمضان يا كابتن نجم بروفايل كبير، يعني ممكن الناس بتقول بالرمضان وامام عاشور وحط معاهم اللي انت عايز. ما تنساش برضو اللي فتحي ناسينه. لا ما تنساش برضو اللي اليو ديانج نص ملعب على اعلى مستوى، راجل محترف برضه. طب ما احنا ممكن نحط ديانج وامام وبن رمضان. لا مروان عطيه برضه فتراته حلوه بس نجربه برضه. هو قال لك كابتن يعني كاس عالم هو اللي بيوفق الانديه مفيش فيه تجريد. لا هو اللي بيوفق في الفترات الاخيره. تمام. قدام بقى يا كابتن عندك تريزيجيه وعندك بن شرقي وعندك حسين وعندك طاهر. والله ديت لقمه فعلا. هحط مين من افضل من الثلاثه؟ زيزو، طاهر. هو الفتره الاخيره ما شفناش حسين الشحات بيلعب، فهو لو هيحط زيزو. طب والجنب الثاني؟ هيحط زيزو. والجنب الثاني عندنا بقى مين بقى؟ بن شرقي وتريزيجيه وعباد. هو اكيد هيلعب مين يا كابتن؟ تريزيجيه. تمام. او في الهجوم راس الحربه جراديشار يلعب على وسام. يلعب على وسام لان الراجل ما خيبش ظن في اول لمسه له في الماتش اللي فات. في كلام ان مصطفى محمد نجم الزمالك السابق النادي الاهلي بيفاوضه، لو مصطفى موجود يلعب جراديشار ولا مصطفى ولا والله وسام؟ انا عندي
وسام ابو علي وجراديشار جوز مهاجمين على اعلى مستوى. ما نجيبش حد يعني. اعلى مستوى. تمام. دي كانت حلقتنا النهارده عشان ما نطولش عليكم. استنونا طبعا في حلقات جايه كتير. ونشكرك طبعا كابتن احمد على هذه الاطلاله الرائعه والاضافات الكبيره اللي ضفتها لجمهور النادي الاهلي. الفتره الجايه ان شاء الله هنتكلم في حاجات كتير قوي، وهنتكلم في ملفات تخص النادي الاهلي. دايما في ظهر النادي الاهلي ودايما موجودين مع النادي الاهلي في كل مكان. هنتكلم برضو عن قضايا الكره المصريه في نادي الزمالك ونادي بيراميدز وكل الانديه الاخرى. استنونا الفتره الجايه وان شاء الله اللي جاي افضل، وان شاء الله النادي الاهلي دايما في الامام. ما تنسوش تدعمونا، صلوا على النبي. نشكركم وهو ده الكلام. اخر سلام. يا ابو ليله سعيده بالهادي عندي بالحياه.